يا صباح السعادة والهنا والسرور. عايزة تعملي أكلة سهلة ومش مكلفة وما تتعبيش في عميلها وأولادك يحبوها ويطلبوها منك على طول، يبقى لازم تتفرجي على الفيديو ده. بس الأول هنسمي الله ونصلي على الرسول ونعرف على طول الطريقة والمقادير مع بعض. احنا هنعمل النهاردة مع بعض البطاطس المحشية باللحمة المفرومة مع شوية رز بالشعرية كده، هتلاقيها في منتهى البساطة والجمال، وولادك هياكلوا ويتبسطوا وهيطلبوها منك كمان. المقادير معايا بسيطة خالص ومش مكلفة. معايا بطاطس حجم وسط، مش كبيرة ولا صغيرة، هنقورها وهنشوف هنعمل فيها ايه. ومعايا هنا طماطم ومعلقة توم وشوية فلفل ألوان وبصل، ومعايا لحمة مفرومة، ومعايا توابل. دايما بقولك توابلك حطيها، متتأيديش باللي بقولك عليه، بس انا معايا هنا توابل لحمة وقرفة وكزبرة وكمون وفلفل اسود وشوية ملح وبابريكا، ومعايا هنا 7 بهارات. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض على طول. خلاص كده انا خلصت فرم البصل والفلفل وجاهز عشان نضيفه على اللحمة المفرومة ونعمل العصاج مع بعض على البوتاجاز ان شاء الله. احنا هنعمل العصاج مع بعض. هنا حطيت الطاسة طبعا وحطيت فيها الزيت واستنيت لما الزيت سخن، وهننزل بالبصل. خلاص البصل ابتدى يدبل معانا، انا هجيب التوابل وهقلبها كلها على بعض. مع الملح وكله اهو كده، خلاص اختلطت كلها مع بعض. هاخد بقى منها جزء على البصل واللحمة، والجزء التاني هنتبل بيه البطاطس لما نيجي نحشيها ونعمل الصلصة بتاعتها ان شاء الله. تمام كده. هنزل على طول باللحمة وهقلب. طبعا انا مش هضيف طماطم ولا اي حاجة على العصاج، لان احنا هنسقي البطاطس طبعا بعصير الطماطم. تمام. انا خلاص كملت تقويرها وبقت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده قدامنا ده. هكمل بقية الكمية تقوير ان شاء الله، وبعد كده هنروح نحشي البطاطس مع بعض. خلاص انا قورت الكمية كلها وبقت جاهزة معايا. ومعايا هنا اللي طلعته من التقوير سايباه في المية والخل والملح اللي انا حطاه فيها زي ما هو عشان لونه ما يتغيرش، لاني طبعا مش هرميه. هوريكم هنعمل بيه ايه مع بعض في الوصفة ان شاء الله. خلاص البطاطس ابتدت معانا تاخد اللون، وقلبناها على الناحية التانية، وخلاص كده هتبقى اتحمرت وجاهزة ان احنا نحشيها بالعصاج مع بعض. هنقلب ونشوف اتحمرت الناحية التانية ولا لا. طبعا لازم تتحمر من جميع الاتجاهات.
على طول مكان الطاسة اللي عملت فيها العصاج حطيت الزيت وهنزل بالثوم عشان نعمل الصلصة على طول. يا دوبك تدبل معانا، مش هنحمرها علشان الصلصة ما تمررش. هنزل على طول بالطماطم اللي فرمتها وصفيتها من القشرة والبذر بتاع الطماطم. خلاص كده الصلصة بقت جاهزة معانا. هنحط لها بقى شوية التوابل اللي احنا سبناها في الاول، ومعلقة الملح، ولما تتسبك هحط لها نص معلقة سكر علشان الحموضة. كده بقت الطماطم او التسبيكة بتاعت البطاطس جاهزة معانا، هتتسبك وهنحطها على طول. انا هبتدي احشي البطاطس، عايزة تحشيها بايدك بمعلقة صغيرة زي ما انت عايزة، المهم تحشيها اهي. نحشيها كويس كده، وانا بحب ايه يبقى لها بوز كده من فوق. ادي بقت جاهزة معانا. نحشي واحدة كمان. هكمل بقية الكمية كلها. انا عندي هنا البطاطس اللي طلعت من التقوير وحمرتها معاكم، وده بقية العصاج اللي باقي معانا من حشو البطاطس. هاخد منه معلقتين 3 وهقلبهم هنا مع البطاطس، وهحطهم في قعر الطاجن اللي هحط فيه البطاطس معانا. البطاطس طبعا متحمرة وجميلة. معايا هنا الطاجن اللي هرص فيه البطاطس، هنزل بيه الاول بالبطاطس اللي قلبنا فيها اللحمة المفرومة، وهفردها من تحت، وهنزل بقى بالبطاطس ارصها جنب بعض في قلب الطاجن. خلاص رصيت البطاطس كلها، ومعايا الطماطم اتسبكت وزودتها بربع كوباية مية، خففتها وهنزل بالصوص عليها من فوق. بجد جميلة جدا.
خلاص كده بقت جاهزة معايا. انا هسويها في فرن البوتاجاز، ولما تخش في السوا هجيب ميكس جبن وهحطه على الوش، وهنقدمها بالمنظر دوا، وهنشوف مع بعض ان شاء الله. مفيش جمال ولا حلاوة ولا طعامة بعد كده. حطيت عليها الجبن وسبتها دقيقة تحت الشواية وبقت بالمنظر ده. بيتهيألي مفيش أجمل ولا أطعم من كده. بشوية مكونات بسيطة عملنا وجبة فنادق فاخرة تدفعي فيها مبلغ والشيء الفلاني. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والتعليق أسفل الفيديو. بحبكم في الله.